مرحبا بكم. في مشهد غير مألوف عقد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني مؤتمرا صحفيا، وعلى جنبيه جزء من المليارات المسروقة من قوت الشعب العراقي. قال أنها تعادل 182 مليار دينار. قدرت الحكومة العراقية استرجاعها من أصل مبلغ 3.75 تريليون دينار. هذه التريليونات اختفت من حسابات دائرة الضرائب العراقية. قاضي محكمة تحقيق الكرخ أعلن اليوم ثبوت تورط جهات رفيعة بحكومة الكاظمي أثبتوها بعملية سرقة القرن. الحكومة التي تبجح رئيسها بأنه سلم الأمانة، سلم العراق بأفضل حال. الحكومة التي ادعت الإصلاح ومكافحة الفساد كانت هي الأفسد. في خطوة أثارت الجدل في الشارع العراقي، أعلن السوداني التوصل إلى تسوية يمنح بها المجرم نور زهير إفراج بكفالة مصفى يمتلك نور مقابل إرجاع المبلغ المسروق. النائب مصطفى سند علق متهكما على المؤتمر واقترح أن يعتقلوه هو. عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي تساءل عن وجود 20 مليار مفقودة من المبلغ. باسم خشان أيضا علق على صور المبالغ اللي عرضها السوداني، معتبرا أن فيها كثير من الاستعراض لتمرير إجراء غريب. فهل وقع السوداني في فخ الاستعراض الإعلامي، أم هي محاولة صادقة منه لإعادة ثقة المواطن بالمنظومة السياسية؟ مرحبا بكم.